النهارده بقى عملت الكوسة بطريقة خطيرة محشية باللحمة المفرومة. لو جربتوها مش هتبطلوا الطريقة دي أبدا، واللي مش بياكل الكوسة هيحب الكوسة. هنعصج اللحمة بتاعتنا عادي جدا، معلقة سمنة بلدي، بصلتين مفرومين. ننزل باللحمة بتاعتنا مجرد ما تغير اللون بتاعها. نحط التوابل، نحط 7 بهارات، أنا حطيت معلقة 7 بهارات ورشة جوز الطيب وشوية ملح وشوية فلفل. سيبها على نار وسط تستوي. دلوقتي هحضر الكوسة بتاعتي. الكوسة بتاعتي هتبقى مغسولة طبعا، وبنقطع الحتة اللي قدام بالسكينة. هعمل فيها شق كده من فوق لتحت للنص بالظبط يا جماعة، عشان ما تتقطعش منكم بشويش اهو. هنحضرها كلها وهنبدأ دلوقتي بقى. نجيب طاسة على النار فيها شوية زيت صغيرين بالزبدة، انا بحب اعمل الكوسة بالزبدة. حابين تعملوها كلها بزيت او بسمنة براحتكم. وهبدأ هنا احمر الكوسة بتاعتي. ان هي بدأت تطرى وبدأت كلها تاخد لون متحمر كده بسيط. وهنا انا هبدأ احضر الصوص بتاعي اللي هسويها فيه. حلة على النار، هحط معلقة زبدة حلوة كده، وهحط عليها بصلة وهقلبها كويس. سيبها 5 دقايق كده تدبل. بعدين هنزل عليها بمعلقة صلصة، وبعدين شوية عصير طماطم. حط عليهم هنا ملح وفلفل وكمون، وهسيبهم ياخدوا غلوة على النار. حط عليهم بقى كوباية شوربة لو عندنا، لو مفيش مرقة بنحطها في كوباية مية سخنة وندوبها ونحطها عليها. هنا حطيت الصوص بتاعي في قارب بايركس او اي حاجة متاحة عندكم، اي صينية في قارب بايركس بيطلع شكلها جميل. ودي اللحمة اللي انا عصقتها، حطيت عليها شوية بقدونس مفروم، وهبدأ احشي بيها. هجيب الكوسة كده افتحها بشويش واحدة واحدة، وهحشيها باللحمة المفرومة بتاعتي، وهبدأ ارصها في القارب بتاعي لحد ما خلصتها كلها بقى بالشكل الجميل ده. هنا هدخلها بقى على فرن سخن على درجة حرارة 180 ل 200. هغطيها بورق زبدة وورق فويل عشان تكمل سوا شوية في الفرن عندي. تاخد حوالي نص ساعة 3/4 ساعة بالكتير. وهنا بعد ما طلعت عندي، رشيت عليها رشة لوز محمص. ده اختياري طبعا، بس بيديها برضو طعم وشكل جميل. مش موجود ممكن ترش رشة بقدونس فوق الوش، بيديها شكل جميل برضو. تتقدم مع رز أبيض أو رز بالشعرية. وجربوها وبالهنا والشفا.